إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول رب العزة جل جلاله: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، فإن الأمر بتقوى الله عز وجل والنهي عن المنكر وهو من أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده وأرسل لأجله رسله. فقد جاءت الأنبياء تترى كلما جاءت رسل بعد رسل جاءوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ذكر الله سبحانه وتعالى مما تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن عباد الله، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالأمر الهين. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أيها الناس، فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا ليس بأمر هين. فلقد وعد الله سبحانه وتعالى التاركين للأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر بالوعيد الشديد، فقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده